يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض. الصلاة في البيت من صفات المنافقين، إذا كان من غير عذر شرعي هذا من صفات المنافقين. الواجب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا يشبه بالمنافقين، بل يصلي مع الجماعة. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.